بهالأثناء ما بقينا يمكن أسبوع، أقل من أسبوع، إجوا الجلاوزة، ربع صدام إجوا علينا أخذوا زوجي للسجن. أخذوه حزوهم وأخذوا الولد، ويوميا هذا الحكي ما أعرف منو نبه علينا، لأن هي ماكو أحد بيها، ما أعرف منو قال علينا. المهم إجوا وأخذوهم بالليل، أخذوا الولد من بيتكم؟ من بيتنا أخذوهم، بقينا بس الرجال اللي مريض وإحنا النساء يمه. وتعرف بعد نساء، واخذوا الشباب من عندها، واخذوا هاي اللي اخذت زوجها، هاي اللي اخوها، شو يصير بيها، هاي اخذوا بنها، شنو الوضع مالتنا؟ هذه ما نعرف عنه وين راح وين اجى، ما لك حق تسال ولا تعرف. قاموا شي يضايقونا يوميا، من الصبح يجونا ياخذونا استفسار، من الصبح لليل يلا يرجعونا. وهاي شلون يعني حرب نفسيه ما شفنا مثلها. هاي الوضعيه مالتنا كانت. هاي بالنسبة لهذيك اللي السنين اللي مرت علينا، نقول سنين الله لا يعودها. زين انتم اخذوا الزلم بالبيت. اي. اخذوهم مش يعني بالتفصيل صار بكم جد بقاو. انا بالنسبة زوجي تقريبا بقى سنة وشهر، يعني ما اعرف، بحيث الطفل اللي صار عندنا مات. يعني كان تقريبا سنة هيك مات. اي مات، بحيث ابوه يمكن شوي شافه مو هواي ومات. شنو السبب؟ ما نقدر، كل شيء ما نقدر نسوي، لا عندنا رجال ينطينا، لا عندنا حليب نجيب، لا عندنا مريض توديه، ما عندنا احد بالبيت من يودي، واحنا نساء ويعني تحت سيطرة ظالم طاغية. يعني يوميا داقين الباب، استفسارات للأمن، تعالوا روحوا. آخر شيء قالوا شو اسمه، هم ماتوا وما عندكم أحد بيهم بعد، لا حد يسأل لا حد شيء. هاي الظرف مالتنا صار هيك. هاي مالتنا اللي حكم صدام اللي انتقام مالته صار علينا كله. بحيث أنا أقول لك لا واحد قدر يكمل مدرسة، لا واحد قدر يتعين، لا واحد ما نقدر نطلع، خاف واحد يشوفنا ويروح يخبر علينا احنا موجودين أو ما موجودين. هذا كان نوع من يعني شلون من الضغط علينا.